شقد ينطون بالإنشاءات العربي والإنجليزي. هواي طلاب كتبولي دكتور نريد منك تسألنا بمركز الفحص شقد ينطون بالإنشاءات، وراح نوضح مثلا الطالب كاتب صفحة شقد ممكن يجيب، أما الطالب مثلا كاتب على غير موضوع شقد ينطوه. اللي عنده الأخطاء بالإنشاء سواء الخطأ الإملائي أو بالقواعد شقد ممكن يجيب. إن شاء الله هذا كله راح نوضحه، وطبعا بناء عن الإجابة من المصححين. نبدأ بالعلمي بعدين نروح على الأدبي. الطالب اللي كاتب صفحة أقل من الصفحة، يعني مثلا نص صفحة، فياخذ 14 من 20. هسه واحد يقول بيكم هو منو يكتب نص صفحة بالعربي؟ لا، اكو هواي طلاب بالاخص السنة هواي طلاب ما لحقوا يكتبون الانشاء، فمثلا كاتب نص صفحة فهذا يعطونه 14 من 20. زين، اني كاتب صفحة وشوية شقد وخطي عادي شقد ينطوني؟ ينطوك 16 من 20. اما ال 18 وال 19 وال 20 فهاي ما تنطي الا اللي عندهم جمالية بالخط وعنده كاتب شواهد هواي وكاتب اكثر من صفحتين. تمام، هسه خلصنا من العربي العلمي، نروح للادبي بعدين نحكي عن الانجليزي. بالنسبة للطالب الادبي، واحد يقول لي اني كاتب اقل من صفحة فانت 17 من 25. زين، اني كاتب فوق الصفحة او بمقدار صفحة ونص وخطي عادي من 19 الى 21. اما ال 22 وال 23 وال 24 فما تنطي بس للاشخاص اللي كاتبين شواهد هواي وهم خطهم لازم يعني جميل كلش وكاتب صفحتين او اكثر. اما الدرجة الكاملة 25 من 25 بالنسبة للادبي فالصراحة يعني ما شفت احد ذكر لي انه احد ماخذ بالادبي 25 من 25 او ينطون 25 من 25. روح للانجليزي سواء علمي او ادبي. الكاتب غير موضوع فينطونه 4 من 20. يعني مثلا هو كاتب لك جايب لك انشاء بيئة وانت كاتب له انشاء سجائر فينطيك 4 من 20. زين، الطالب اللي كاتب 4 اسطر، تمام، يعني اقل من الصفحة حتى، فينطونه من 9 الى 13، ممكن اكثر بس هاي اذا بدون اخطاء املائية. تمام، يعني واحد كاتب 5 بدون اخطاء املائية ممكن ينطونه 13. اوكي، زين. الطالب اللي كاتب فقط صفحة وبين سطر وسطر ومكبر الكتابة، هذا قد ينطونه من 16 الى 18. البعض يسأل دكتور اني سويتها صفحة ونص بس مو من 100 الى 120 كلمة، هو مو يكتب لك الانشاء لازم 100 الى 120 كلمة، فهذا لا عادي مشوه درجة كاملة. الاخطاء الاملائية تخصم درجتين. الطالب اللي يقول اني نسيت مثلا العنوان فتخصم درجة حتى لو الانشاء مالتك يعني كله صحيح وكاتب صفحتين، فماكو اي مساعدة صراحة بهذا الشيء. اللي مجاوب القطع والادب ومثلا عنده اخطاء املائية ماكو اي محاسبة بهذا الشيء، المهم الجواب صحيح حتى لو عندك اخطاء املائية. اذا حصلت الاجابة عن التصحيح مال باقي المواد وشون دي يصير تصحيحهم فان شاء الله راح ابلغكم به. لا تنسون تفعلون اشعارات قناة اليوتيوب حتى توصلكم الفيديوهات اول باول. الطلاب المجانين دور ثاني فاني ناشر لكم خطة دراسية شلون تقرأ الدور الثاني حتى لو مأجلهن كلهن، بالاضافة ناشر لكم لكل مادة مراجعات مركزة لافضل المدرسين وبعيدا عن اي ترويج، كل متابعين يعرفون هذا الشيء، وضمنا درجات الكاملة 100% لكل المواد تلقوهن في اول تعليق. وان شاء الله مستمرين وياكم بالدور الثاني وراح نوضح لكم اهم الافصل واهم المواضيع اللي تضمن لكم الدرجة الكاملة سواء للعلمي او الادبي. كل هذا ان شاء الله راح نوضح لكم اياه. رابط المراجعات المركزة وخطة الدراسة تلقوهن في اول تعليق. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح حبايب قلبي، ولا تنسوا لدي من الدعاء. مع الف سلامة.